السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية وسلاح الجو والفضاء الفرنسي عن بداية التمرين العسكري الجوي المشترك ماراثون 25 على التراب المغربي. وكيجي هذا التدريب المشترك في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ورفع مستوى التنسيق العملياتي. من الجانب الفرنسي شاركت 5 طائرات مقاتلة من طراز الرافال بي بمقعدين مع طائرة تزود بالوقود الإيرباص 330 MRTT. وأيضا من الجانب المغربي شاركت 8 طائرات مقاتلة من نوع الاف 16 ومروحية بوما مختصة في عملية النقل والإخلاء الطبي. المناورات أجريت على عدة مراحل تتضمن مرحلة التدريب القتالي، بحيث تم تنفيذ عمليات رماية جوية بواسطة المقاتلات الفرنسية الرافال بي والاف 16 المغربية، بالإضافة إلى إجراء عملية تزود بالوقود في الجو للمقاتلات المغربية والفرنسية معا. وعرفت المناورات أيضا تطبيقات تكتيكية جوية متقدمة وتنفيذ سيناريوهات قتالية مشتركة مع تعزيز التنسيق العملياتي بين الطرفين. ويعد هذا التمرين الجوي المشترك تتويجا للتعاون العسكري المتميز بين المغرب وفرنسا، بحيث يعكس المستوى المتقدم للقدرات الجوية لكلا البلدين، كما يأتي في سياق سلسلة التمارين الدولية التي يستضيفها المغرب، والتي كتشمل مناورة الأسد الإفريقي المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مناورة عسكرية في القارة الإفريقية. وكتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني بين القوات الجوية للبلدين وتبادل الخبرات في المجال التكتيكات الجوية المتقدمة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وكيشكل التمرين الجوي ماراثون 25 محطة نوعية في التعاون العسكري المغربي الفرنسي، بحيث يجسد تطور ملحوظ في عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. تم اختيار المجال الجوي المغربي لإجراء هذه المناورات نظرا لتميزه بخصائص جغرافية ومناخية فريدة. مقاتلات الرافال بي كتميز بتقنية أومنيغول التي تتيح أداء مهام متعددة في نفس الرحلة الجوية. وطائرة الإيرباص 330 MRTT فونيكس كتمتلك قدرة على نقل 111 طن من الوقود مع إمكانية تزويد طائرتين بالوقود في الجو في الوقت نفسه. والجانب المغربي شارك بمقاتلة الاف 16 بوك 52 متطورة بأنظمة حرب إلكترونية متقدمة ومروحيات بوما مجهزة بأنظمة الإخلاء الطبي. تم التركيز على دقة الضربات الجوية باستخدام بود داموكليس الفرنسي لتوجيه القنابل الموجهة، وأيضا تطبيق نماذج القتال الجوي واختبار أنظمة C4ISR المختصة في القيادة، التحكم، الاتصالات والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، مع محاكاة سيناريوهات الدفاع عن المجال الجوي ضد تهديدات غير متناظرة. الأبعاد الاستراتيجية لهذه المناورات كتناول تعزيز القدرات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير آلية تصدي للتهديدات الجوية الغير التقليدية، وأيضا تبادل الخبرات في مجال الحرب الإلكترونية الجوية واختبار توافق الأنظمة بين العدد الفرنسي والمغربي. وفي الجانب السياسي كتعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية في إطار علاقات ثنائية وترسيخ مكانة المغرب كشريك رئيسي للأمن الإقليمي. يمثل ماراثون 25 نموذجا متقدما للتعاون العسكري الثنائي، بحيث تجاوز مرحلة التمارين التقليدية إلى مستوى التكامل العملياتي المتقدم. وكتبرز هذه المناورات التكامل بين القدرات التقنية الفرنسية والخبرة التشغيلية المغربية في بيئات عملياتية معقدة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الدفاعي بين البلدين في المستقبل. شكرا لكم على المشاهدة، دمتم في رعاية الله.